مدرسة البيان. بالنسبة حق القاعدة العسكرية يقال إن الضرب اللي على العراق يطلق من القاعدة العسكرية الموجودة في قطر. هاي يعني اللي احنا نسمعه. وأنا عندي سؤال بالنسبة حق السياسة الأمريكية اللي تطبق على العراق. يعني من ناحية السياسة الأمريكية إن يحاولون إنهم يكونون ديمقراطيين مع العراق أو يطبقون الديمقراطية، ومن ناحية ثانية نشوف احنا القتل ونشوف التعذيب في السجون ونشوف إن شلون الناس قاعدين، يعني شلون الناس عايشين هناك. فيعني نشوف إن في تناقض في السياسة الأمريكية. أنا بس حابة أعرف وجهة نظركم. وأنا اسمح لي يعني عندي سؤال عن العلاقة القطرية الإسرائيلية التجارية. حابة أعرف إيش نوع التجارة اللي بين قطر وإسرائيل، يعني شنو والله ما أعرفها. يعني شنو الأشياء اللي قطر تصدرها لإسرائيل وتستوردها من إسرائيل؟ ترستني، أنا شفت في جريدة مكتوب 48,000 دولار، إنه السنة اللي فاتت في تبادل. والله ما أعرف إيش هو. بس إذا أنت ما تعرف من ممكن يعرف؟ اسمح لي يعني نقدر نسأل وزير الاقتصاد. زين إذا بتسمح لي أكمل سؤالي. الإيرادات اللي تروح حق إسرائيل ما تعتقدون أن إسرائيل يستخدمونها في تصنيع الأسلحة اللي يذبحون فيها الفلسطينيين؟ ما تقدرين تاخذينها بهالطريقة، لأنه هاي موضوع تجاري. يعني أكيد بضاعة، إذا أنت شريتي ساعة مثلا مش كلها بتروح للحرب، لكن ما في شك أنه هذا يدعم اقتصاد إسرائيل. بس اقتصاد إسرائيل مدعوم من قبل أمريكا من سنوات، زائد أنه 48,000 لن تؤثر في الموضوع. هم يبونها حتى يقولون دولة عربية، طبعا في كذا دولة عربية نفس الشيء تعمل، لكن أنت ما تتصورين كم البضائع اللي تروح دول أخرى وتختم بختم دولة أخرى وهي إسرائيلية وتدخل عندنا وعند الدول العربية بمئات الملايين من الدولارات. إذا اقتصاد قطر ما راح يستفيد، شو الفائدة أن يكون بين قطر وإسرائيل تجارة، مع العلم أن إسرائيل محتلة فلسطين من 59 سنة؟ إذا تتذكرين قلت لك في سياسة وفي اقتصاد. أيوة. وهذا يدعم هذا. أنا ما أعتقد أن احنا عملناه استعباطا، احنا عملناه بعد مؤتمر مدريد. ومؤتمر مدريد كان في انفتاح وكان في سلام، وفعلا في دول رجعت أراضي، مثل الأردن وقعت اتفاقية، مصر رجعت سيناء. إسرائيل ما التزمت بالسلام. صح، بس هذا الموضوع طويل نحتاج أن نستمر فيه. يعني احنا سوينا عدة مبادرات، يعني الدول العربية سوت مبادرات سلام مع إسرائيل. أتفق معك وإسرائيل نقضت كل هالمبادرات. 100% أتفق معك. تعرفين ليش؟ لأن هم الأقوى وإحنا ضعاف بسبب اختلافنا وتفرقنا. يعني إلى متى بنتم احنا ضعاف وهم الأقوى؟ أنا أعتقد يمكن الله يجيب جيل أحسن منا يسوي المهمة. إن شاء الله. نرجع حق سؤالها الأول عن موضوع العراق، أن الأمريكان يقولون ديمقراطية يوميا. بعد ما اختلف معاك في تناقض في السياسة الأمريكية في العراق، ما اختلف معاك في هذا الموضوع. والقاعدة؟ إيه القاعدة، احنا إذا تذكرين لما صار هذا الموضوع كان عندنا الساتكوم اللي هو القيادة المركزية في قطر. الطيران اللي انطلق على العراق اغلبها انطلق، يعني انا ما ابي اذكر دول، بس كل الدول ساهمت في هذا الموضوع، ما حد ما ساهم. يمكن اقل شيء طلع من قطر او يمكن ما طلع من قطر شيء. ما اقدر اضمن هذا طلع الموضوع. ولا ما طلع؟ ما انا بجيك في السؤال. الساتكوم عندنا اللي هو القيادة العسكرية كانت موجودة في قطر في السيلية إذا تذكرون. في دول طبعا خليجية قالت ان احنا لن نسمح للقوات الأجنبية ولن تطلع من عندنا طيارات وطبعا هاي السالفة الاسطوانة متعودين عليها، طلع من عندهم وضربوا وأنا بقول لك شيء، أنا كنت عند صدام حسين، الحين هو مات، يقول لك بعد الواحد يقول أشياء عن اللي ماتوا يمكن يكذب فيها ولأن إذا تسألين الطرف الثاني مش موجود، بس هاي أنا مسؤول عنها. قال لي يا أخي أنا استغرب أنتوا الحين، أنا أعرف أن الكويت أنا احتليت الكويت وما ألومهم أن يكرهوني، وصح كلامه، وما ألومهم أن ينتقمون مني لأن أنا احتليت بلدهم. لكن يا أخي أنتوا الآن تطلع طيارات من هنا ومن هنا ومن هنا بدون ما بيذكر أسماء، ليش يعني ليش ما نحل الموضوع بيننا وكذا؟ والله أنا يعني هذا صدام حسين اللي هو مات. إذا تتذكرين دول كثيرة قالوا إنه مش سامحين للقواعد الأجنبية أو حد يطلع طيارات تطلع من عندنا، ولكن أأكد لك إنه
ما في معارضة، الكل ساهم. هل عن قناعة أو عدم قناعة هذا موضوع ثاني. أنا لما رحت لصدام حسين وسألني قال لي أنتم عندكم صحيح يقولون كذا كذا، قلت له نعم عندنا. وأنا أقول لك الآن أنا بطلع في مطار بغداد وبقول مؤتمر صحفي إن احنا سمحنا للقواعد الأجنبية عندنا، لأن أنت يا صدام بهدلت شعبك وبهدلتنا معك. احنا قبل ما في عندنا قوات أجنبية. طبعا الرجال مات والله يرحمه، واذكروا محاسن موتاكم. أنا مش ما أنتقد صدام فيها، وهذا الكلام أنا قلته له بشكل مباشر، مش يعني إن وراء حجاب. فكل الدول ساهمت، وإذا ساهمت كل الدول صعب ساعات إن دولة بروحها ترفض، لأنه ساعات الدول اللي ساهمت بتقوم على الدولة اللي ما ساهمت، لأن أنت عارفة الكل يبون يكونوا في الخيبة مثل بعض. فأنا مش معناتها أمدحلت إن يعني اللي سويناه إنه صح، لكن أنت عارفة يعني الحين إذا أنت في مدرسة ما بتفرحين إذا سقطتي إن كل زملائك يسقطون؟ يعني في أنانية عندي، ليش ينجحون وأنا أسقط؟ صح ولا لا؟ فهاي طبيعي طيب يعني. بما